السلام عليكم. احنا لسه مكملين في سلسلة ايه اللي يغلى هنعمله في البيت مش هنقطعه. تمام، صلوا على النبي ونبدأ مع بعضينا النهاردة ان شاء الله. هنعمل الفينو، يعني من كيلو دقيق. الكيلو دلوقتي ب28 او ب25، في مناطق كده وفي مناطق كده. كل الفينو اللي قدامكم دوت بسم الله ما شاء الله من كيلو واحد دقيق بس. انا عملت 28 رغيف فينو، وطبعا اكبر ومليان كده عن بتاع الفرن طبعا، ومليان لحم. و28 رغيف بكيلو دقيق بس. يعني هنقول مثلا بالخميرة، بالدقيق، بالزيت، بكل ده نقول مثلا 32 جنيه. لو حسبناها احنا الكسبانين. هنبدأ كده بسم الله. كيلو الدقيق دوت حطيت عليه معلقة ونص خميرة، ومعلقة ونص خل، ونص معلقة صغيرة ملح، وأربع معالق سكر، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. الزيت دوت تلت كوباية أو 7 معالق كبار. دي معلقة غويطة، فهي تلت كوباية زيت أو ربع، بس هي فوق الربع بشوية. هنضرب كده واحدة واحدة. لو عايزة تحطي 3 معالق لبن بودرة حطي، مش عايزة تمام. أنا عملته من غير لبن بودرة. حط ميه دافيه، ادعكيه بلبن المتوفر عندك اعمليه. لو عندك الشرش اللي هو بتاع الجبنه دوت برضو اعمليه. تمام. دلوقتي العجينه معايا سايبه، بصوا خدوا بالكم من الخطوه دي كويس قوي. العجينه معايا سايب يعني شبه السايله خالص. هحط الزيت في ايدي علشان انزلها كده من الخطاف. ماشي، هوريها لكم دلوقتي هي ايه، سايله وبتلزق في الايد كمان، بس عشان انا حاطه زيت ما لزقتش في ايدي. هسيبها لما تخمر مش هتلزق ولا اي حاجه خالص. هنشوفها مع بعض في الفيديو. بصوا طريه جدا 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 وهي بتلزق، بس انا عشان حاطه زيت في ايدي مش هتلزق في ايديا. هنحطها كده، هغطيها ببلاستيك وبعدين بالفوطه واسيبها تخمر. انا سبتها من بالليل للصبح، بس مش بدري قوي، يعني حوالي 5 ساعات. دي صينيه فيها ميه هحطها على النار عقبال ما اقطع العجينه. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. العجينه يعني ده كيلو دقيق، هو ده اللي كان في قلب حله العجان من تحت. بصوا بسم الله ما شاء الله خمرت ازاي. بصوا بقى الصينيه اللي كان فيها الميه دي هنحطها على النار عقبال ما نقطع العجينه ونشكل الفينو. هنحطها على النار تغلي، ولما نخلص تقطيع وتشكيل الفينو، الصينيه دي هندخلها في الفرن. هي دي التركية. هو ده السر بتاع الافران اللي بيخلي بنجيب الفينو كده هش. يعني بنعمله في البيت ما بيبقاش هش وبيبقى مكتوم ومش عارف ايه. كل ده علشان احنا ما بنعملش التركية اللي احنا هنعملها دلوقتي دي. هم عندهم مكان كده في الفرن اسمه الخمارة، بيبقى عبارة عن بخار مية. فاحنا دلوقتي هنعمل البخار دوت فين، في صينية او في حلة، ونحطها في الفرن ونقفل عليها، ونحط معاها الفينو بتاعنا هيخمر عن طريق بخار المية ده. تمام كده، هي دي التركية. اهم حاجة نتفرج مع بعض على الفيديو ونسمعه لحد الاخر، علشان في اسرار وفي تركات كده، هي دي اللي بتترتب عليها نجاح الفينو او اي شيء احنا بنعمله تاني او لا. تمام، فاحنا كده هنقطعه. يعني هو بالصدفة كده عمل معايا 28 كورة، اللي هو 28 رغيف فينو. كنت مقطعاه صغير كده زي ما انتوا شايفين. بصوا الكورة صغيرة جدا، صغيرة قوي. فبس يعني لما اتعملت بقى فينو وخمرت، يعني اللهم بارك. بصوا في اول الفيديو شفتوا الفينو كان عامل ازاي. هو من الكرة الصغيرة دي رغيف الفينو ده كله اللهم بارك طلع. هنحط الكرة كده ونفردها مستطيل بالطول، وهنيجي من حرفها نلفها كده نرولها على فوق، ونيجي من الاخر نفرد الحرفين علشان خاطر ايه، تبقى متساوية، يبقى رغيف الفينو كده متساوي. ونعمله طبعا من على الجنبين برضو زي ما انتوا شايفين.
نقرص ايه النهاية بتاعته، نقرصها كده عشان خاطر لما يخمر ما يفكش مننا، ولما يخش برضو الفرن يستوي ما ايه ما يفكش برضو مننا، لازم نقرصها كويس قوي. هعمل معاكم واحدة كمان. تمام. ممكن الكورة زي ما بنجيبها كده نحطها، ممكن نقلبها، بس الاحسن ان انا هكمل اصلا العدد كله وانا قلباها، علشان الوش بيبقى ناعم، لكن الحتة اللي بتبقى من تحت ما بتبقاش ناعمة. بصوا اول تانية كده بدخلها لجوه، وبعدين بكمل بقى ايه لف ورول فيها، واقرصها بقى من الجناب واقرصها من النهاية بتاعتها عشان ما تفكش معايا خالص، واحطها في الاخر على الرخامة. تمام. لازم اقفلها كويس قوي لحسن هيفك يبقى شكله وحش. هحطها كده ورولها كده على بره. تمام. الصاج اللي انا بحط فيه هغطيه برضو الفوطة النضيفة بتاعتنا بتاعت الخبيز، هنغطي بيها الفينو بتاعنا. هكمل بقى كل الكمية اللي معايا. تمام. وهوريكم برضو واحدة كمان او اتنين. هنعمل طريقة يعني كل الفينو بتاعنا بنفس الطريقة دي، مفيش طريقة تانية للفينو، يعني هي دي الطريقة الصح علشان رغيف الفينو يطلع من جوه. الرول بتاعته ديت هتبقى باينة بقى، اللفة ديت هتبقى باينة من جوه كده، هتبقى يعني عامل زي القطن كده، هيبقى سفنج كده، ومن جوه كده يعني عجينة قطنية كده. ان شاء الله ان شاء الله اللي هيجربه هيعجبه جدا، ويعلق لي في الكومنتات يقول لي عملها ايه رأيه، نجحت معاه ولا لا. وياريت اللي يعملها يبقى يعني دعوة كويسة كده. وما ننساش بقى نشترك في القناة ونفعل الجرس علشان يوصل لكم كل حاجة انا بنزلها، وان شاء الله نفيد بعض ونستفيد مع بعض. بصوا بنفس الطريقة كده انا بخرج العجينة لبره، بعمل بالنشابة على بره واخطف النشابة على فوق علشان العجينة ما تلزقش. انا بدهن زيت على الرخامة وبدهن في النشابة علشان العجينة بتاعتنا يعني ملزقة واكتر من ملزقة كمان، عشان تطلع هشة معايا ويطلع صباع الفينو كده ايه هش. هي بس ايه اهم حاجة ما تنسوش صينية المية او حلة المية المغلية اللي هتتحط في الفرن مع الفينو بتاعنا علشان يتخمر كويس جدا جدا. هو ده يعني اهم تركة واهم سر من اسرار الفينو. كده انا خلصت الكمية، اخر واحدة هعملها برضو معاكم للي برضو ما شافنيش كويس. بصوا انا قلبتها بقى علشان الوش التاني املس، فصباع الفينو من بره بيبقى شكله حلو واملس كده وناعم. هجرب اخر واحده معاكم وهي هعملها لكم. تمام. ومبطئه الكاميرا علشان اللي ملحقش يشوف في اللي فاتوا يشوف في ديت. تمام. بططتها كده بايدي، والنشابه هاخدها على بره، يعني ابدا من النص واخدها على بره فوق وتحت ويمين وشمال. هعملها مستطيله مربعه كده، بس ايه بالطول، طويلة شوية. وهجيب من تحت الطرف اللي من تحت ده هلفه على فوق، واتنيه تانية صغيرة، هتنيه كويس، هدوس عليه. بصوا هتنيه، اهم حاجة برضو التانية دي. بصوا اتنيه كده وادوس عليه كويس كده. خلاص. وبعدين ارله على فوق كده، اكمله بقى ايه الرولة بتاعتي كده على فوق. امسك الحرفين دول والزقهم كده في الرخامة بتاعتي. تمام. هيطلع كده رغيف الفينو متساوي وشكله جميل. هيتعوج مش هيتعوج، هو في الاخر هيتاكل ان شاء الله. بس هي اهم حاجة برضو العين بتاكل قبل ايه البق، فاحنا نحاول نظبط برضو حاجتنا كده، مفيش حد بيتعلم من اول مرة. ونقرصها كويس جدا، نقرص النهاية بتاعت العجينة كويس جدا جدا علشان ما تفكش معانا، ونلفه كده براحة ايدينا كده على بره.
نلفه كده على بره. دي برضو مهمة جدا، الحركة دي مهمة جدا ان احنا نلفه كده على بره على بره. تمام، مش هنلف قوي يعني، عشان عايزينه ايه، مقلبص كده، مش عايزينه رفيع وطويل زي اللي بنجيبه من الفرن، لا. بصوا اهي النهاية اهي، بتلزق العجينة برضو، بتلزق معايا بس شغالة. هي دي اهم حاجة، ان هي تكون بتلزق. انا خلصت الكمية كلها على الصاج الكبير والصاج الصغير، واتبقى معايا رغيفين فينو، هحطهم في الطبق ده. الطبق ده بيخش الفرن عادي، هحطهم فيه. تمام. هنا بقى خلاص هدخله يتخمر. بصوا صينيه الميه اهي بتغلي، هحطها في الفرن من تحت، واحط السجان بتاعتي في الفرن واقفله كويس واسيبه. انا سيبته حوالي ساعه اختمر. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك، بقى عامل ازاي. دلوقتي انا معايا بيضه، علشان ايه؟ ندهن الوش اختياري. ما عندك بيضه ومعلقه قشطه، دول معلقتين قشطه ودي بيضايه. تمام. انا هدهن الوش بتاعي كله بتاع الفينو كده بالمعجون ده. اللي مش عايز يحط بيض او مش حابب او مش عنده بيضه، تمام، ممكن شويه ميه ومحطوطه عليهم معلقه سكر، ميه بسكر يعني. في معلقتين لبن، ممكن برضو ندهن وش لبن، يبقى تمام التمام يعني. خلاص. بصوا دول مش لسه ما دهنتهمش، وبعمله كده بالترانش زي العيش الفرنساوي كده. دول هينشفوا معايا زي يعني ايه، زي الفايش، يتاكلوا كده، يتسقوا في الشاي. دول بس اللي انا هدوس عليهم في التحميصه، عشان ابني بيحبهم كده، بيحب يشرب الشاي كده ومعاه الفينو ناشف كده زي الفايش. وبرده الفيديو بتاع الفايش موجود، وهحط لكم اللينك بتاعه، يا رب تعملوه وتقولوا لي رايكم ايه. انا هحط سمسم، اللي بيحب السمسم يحط سمسم، اللي عنده حبة البركة يحط، اللي مش عايز تمام قوي. البيضة والقشطة كده هيبقوا تمام قوي قوي. انا مش هحطه على كله سمسم برضو، هسيب سادة وهسيب بسمسم. بصوا اللهم بارك، اختمر ازاي لما يخش الفرن كمان ويتسوى. يعني ايه، هيختمر اكتر، يعني هيكتر هيكبر اكتر. تمام. دلوقتي الفرن بتاعي شغال على حرارة 190، هو من 180 ل200، كل واحد اضرب الفرن بتاعه بقى. بصوا الفوطة دي مرشوش عليها مية، البخاخة بتاعت المطبخ بتاعتنا هنجيبها ونرش كده على الفوطة النضيفة بتاعتنا، ونغطي الفينو اول ما يطلع. تمام. انا سايباه طبعا بقالي شوية خلاص، لكن مش اول لما يطلع من الفرن مش هنستعمله على طول. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، يعني المنظر بيتكلم عن نفسه. بصوا يا جماعة، بصوا ما شاء الله، جربوه بجد، هيوفر لكم كتير جدا. يعني شوفوا انتوا احسبوا 28 رغيف، طبعا مش زي ده، ومش يعني مش في مقاس ده خالص. انتوا عارفين الفينو اللي بنجيبه بيبقى رفع ايه ازاي، وبيبقى بجنيه، الله اعلم دلوقتي بجنيه ونص ولا بجنيه وربع. تمام. احسبوا انتوا بقى ال 28 رغيف دول لو جبتوهم هتجيبوهم بكام. فالاوفر دلوقتي احنا جبنا بس كيلو دقيق وبقيه الحاجات عندنا في البيت، وعملنا 28 رغيف، اللهم بارك. بصوا الرغيف متغذي كده. فجربوا الوصفه، ولو وصلتوا معايا الفيديو لحد الوقت دوت يبقى الفيديو عجبكم، وان شاء الله تستفيدوا. ما تنسوش اللايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه، وصلوا على النبي في الكومنتات. بصوا يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله، حتى دول اللي قلت ان انا حمصتهم شوية برضو جمال جدا، السادة واللي بسمسم ما شاء الله. جربوا، ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله، وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، وبألف هنا. مع السلامة.